موضوع اليوم صباح النور الناس كل من سوسة تجاه تونس. دونك اليوم موضوع اليوم أصدقائنا باش نحكيو على الفيديو اللي محطوط في الفيسبوك. سائحة تونسية عمل معها واحد انترفيو في الجزائر. خلينا نفسروا شوية، فرشت شوية منه هاني برا. دونك برشا جزائريين بعثوا لي الفيديو قالوا لي سامي بربي يسمع التونسية شنو قالت على الجزائر. أني تفرجت شوية لكن أنا باش نفسر لكم. هو المذيع هيك اللي يقدم في البرنامج يسألها سؤال، هي أول مرة تجي الجزائر وين مشيت؟ قالت له لقسنطينة علمة وتو في الجزائر العاصمة. اسألها هو، اسألها معناتها حتى كي تراو انتم ريبورتاج عادي جدا كيما اني نسأل أي واحد مثلا جزيري هاي شنو عجبك في تونس مثلا اكزامبل. دونك المذيع اللي عمل ريبورتاج كيسألها قالت له ما ريت شيء في الجزائر مثلا، هي ساحة قد عندها من نهار نهارين 3 أيام مش عندها ما تشوف، هي ما عندها ما تشوف، ما عندهاش معناتها ما واحد يمشي الجزائر. أواني سألت قداش من واحد تونسي يمشي للجزائر، هاي قداش من واحد تونسي يعني سألت الجزائر سألته سبا الجزائر والله ما فيهاش ماكلة بياشي، مشينا العلمة قضينا وعين الفكرون وستيف وقضينا فيها شي حاجة. ما عطانا حتى حد قبل معلومة على الجزائر مثلا. نعطيكم اكزامبل، هلا نسألوا قضينا شرينا. دونك السائحة التونسية اللي في الجزائر سألها هو قال لها عجبتكش الجزائر؟ قالت له ما ريت شيء ما ريت والو معناتها. الجزائر ما رات شيء بالطبع ما تراش يا اخي. الجزائر هي متاع نهار ولا نهارين ولا 3 أيام ولا 4 أيام ولا 5 أيام. دونك الجزائر لازم واحد يتعمق فيها يوريها. هي الطفله اللي جاوبت على حسن نيه، ماهيش تقصد معناتها الجزائر ما فيها شيء. هي عندها 3 أيام 3 أيام جات. وباهي خلينا نفسر للعباد بربي السياحه الموجوده في التوانسه اللي يهزوا كيران في الجزائر. هل انتم في نيتكم سياحه؟ الاغلبيه 90% تجاره. هما بيدا يقول لك رحله تسويقيه، العنوان رحله تسويقيه معناتها الشوبينج. دونك مش يهزوهم هما. باش نعطيكم فكره بربي قسنطينه ومش يهزوهم حسب رايكم. يهزوهم ريتاج مول، اقرا ريتاج مول في المدينه الجديده. يا اخي سمعتوا بهم يحوسوا بهم اللوطه وين البلاد العربي ونمشي تاني مثلا باب سويقه ولا سوق النحاسين. سمعت بواحد مشي لسوق النحاسين ولا البلاد العربي ولا القنطرة المعلقة ولا مشي لهاكي ولا مشي للشلالات ولا مشي للهاكي ولا مشي نحي التليفون نحكي مع الناس ولا مشى وين مشي تاني. ما يهزوهم ريتاج مول ولا هزوهم المطاعم. هما متاع ماكلات تهزوهم مطعم كوميرسيال في الكياس، دز الباب تلقى مطعم. دونك الزوار اللي يمشيو التوانسه يمشيو الجزائر دونك ما يعرفوش ما انت حتى كسألها هو قال شفت؟ قالت له ما ريتش. ما عادي. دونك برشا جزائريين قالوا لي سامي شبيه تحكي هيك. عادي يا اخي عادي، ما تعرفش. دونك عباره واحد جزائري جا لتونس ما عمل دوره قال ما ريت شيء مثلا. عادي جدا معناتها يعني عادي. ما اني حسب رايي تفرجت شويه الفيديو مش الكل، شويه بركه. هي قالت له ما ريت شيء ما راتش. شكون شي وريها بربي نهارين 3 أيام باش تحكي على الجزيرة قسنطينة تقعد فيها 3 أيام ما زلت ما ريت شيء. احنا يعمل لك رحله تسويقيه توانسه علمه خاطر فيها القضيه. يعني علمه ما تعنينيش مثلا تاع كوميرسيال، انا خاطيني مثلا عين الفكرون قضيه، عين مليله ميكانيك عجالي. قسنطينة الناس يعرفوها ريتاج مول، سامي لا يعرفها تاريخ بلاد اكثر من 1600 سنه، يعني من اقدم المدن في العالم. قسنطينة ماهوش ريتاج مول هو قسنطينة. دونك بالنسبه للجزائريين اللي تغشوا على الفيديو اني نجاوبكم. يعني انت بعثوا لي برشا البارح الفيديو وتفرجت شويه. راهو المراه الطفله كي عاديه ما قالت شيء، ما قالتش حاجه خايبه. قالت ما عرفتش ما ريتش معناتها ما تنجموش معناتها. ما قالتش الجزائر حوست فيها شهر ولا شهرين والو ما فيها شيء. لا ما قالتش. ايش نقول لكم الجزائر قاره وحده، هي قاره الجزائر
يعني الجزائر ما نجمش سامي منصور يحكي عليها ولا باش تحكي عليها هي ولا باش نحكيو عليها. نمشيو مرة ولا أحد يمشي العلمة ويجيني يقول لي نعرف الجزائر، ولا يمشي لعند فكروني يرجع لي يقول لي نعرف الجزائر، ونقول له ما تعرف شيء يعني فهمت، ما تعرف شيء. دونك الجزائر ماهيش هي عنابة وحدها، عنابة اقعد جمعة، عنابة اقعد أسبوع وبعد شوف تحكيش. ما يلزمكش تشوف مطعم ما فماش مثلا، مطعم ما يعرفوش. دونك ما نجموش الناس الجزائر ما تنجموش طفلة كي مراتش عندها 3 أيام وكوميرس رحلة تسويقية ماهيش راهي توانسة. رحلات الكيران باش نفسر برشا عباد، رحلات أقرا وانتم رحلة تسويقية ناقصين. التوانسة ما يعرفوش تاريخ الجزائر، ما يعرفوش معناتها حسب رأيي يعني معناتها التوانسة مازالوا المرة الأولى يتعرفوا، المرة الثانية يشوفوا، المرة الثالثة يشوفوا. فهمت معناتها. دونك شنو والله ما قريتش مساجاتكم مكتوبة جيدة شوية، مش مشكل. شنو تحبوا تقصدوا شنو مثلا؟ دونك الطفلة اللي حكيت على الجزائر يعني لو حلت فيديو راهي عطات رايها ما تعرفش، مشيت الجزائر العاصمة رات حاجة، قالت المطاعم وين؟ ما راتش. برشا توانسة يحكيو على المطاعم في الجزائر. اخويا انتم الجزائر تمشيو للبقعة في الكياس وتمشيو المطعم، من بعد تقول ماكلة مش باهية. حتى احنا عندنا مطاعم زاد على الحيط، او عندنا مطاعم في تونس على الحيط، ما يجيو شيء لو نكذبوا احنا البعض. اخي عندنا مطاعم احنا في تونس طيارات، وكنا طيارات مطاعم على الحيط حتى بوتلة احنا بعد ساعات تحشم حتى بتصورهم. دونك حسب رأيي دونك اني قالت الحقيقة هي شنو معناتها قالت الحقيقة؟ فسروا لي شنو قالت الحقيقة؟ خي وقتاش تقول مثلا اكزومبل، واي واحد نسأل او نعيط اني لاي واحد مشي 10 مرات الجزائر تو نسأل وين؟ تقول ما راه شيء، ما يمشيو يقضيو يا اخي. التوانسة مش يمشيو الجزائر، يمشيو يجهزوا جهاز وريتاج مول وستيف مول، هكايا مول نتاع ستيف، ويمشيو العلمة سوق دبي، يمشيو لعند فكرون معروفة يا اخي. انا ما نخبيهم في الشمس بالغربال يا اخي. التوانسة رينا واحد مشي للجزائر وعمل فيديوهات على تاريخ الجزائر ولا على الحضارات اللي تعداو عليها، ما ريتش أنا لا راه يمشي الجزائري يصور لي باكو، يصور لنا شوية فرماج ويجي، ماهوش يحكي على التاريخ يعني فهمت. وسيرتو الكيران القيودة اللي قاعدين يمشيو القيودة التوانسة يمشيو يوريهم باهي. نزيدو نفسر لكم تو شكون يهزوا رحلات للجزائر؟ ما نسيهم، نسيلوا يهزوا في رحلات، ما باش يهزوا نسي منين يقضيو. سمعتوا بمراه وراها متحف غادي ولا معلم تاريخي ولا وراها ما يوريوش، ما نكذبوا على بعض. واقع نحكي واقع. كان عندكم انتم حاجة أخرى مرحبا بكم، أعطيوني تحليلكم عادي جدا. أنا تحليلي منطقي معناتها أني في الوسط يعني كان فما حاجة خايبة نقول حاجة خايبة. توني لو حلت لكم فيديو يعني بعض الأخوة الجزائريين تغشوا من الريبورتاج نتاع الطفلة، ما تغشوش ما تعرفش ما راتش هكا. وأني واش نقول لكم، شوفوا الجزائر قارة ما نعرفوا الناس كل، الجزائر 58 ولاية فيها ولا قداش. دونك الجزائر عالم آخر، تاريخ عندها شوفوا واش عندها تاريخ. احنا التوانسة ناقصين نعرفوا معلومة على الجزائر لو نكذبوا على بعضنا. دونك احنا ناقصين ديما معرفة. يعني قد ما نمشي الجزائر، مشيت مرتين هكا الشهر اللي فاتت ولا قبله، وما زلت ما ريت شيء ديما نقول ما ريت شيء، مازال الجزائر فيها برشا مناظر طبيعية، فيها برشا تاريخ. دونك منجموش نقولوا حاجة كلمة على الجزائر تقول ما ريت شيء. هي ما نعطيه أنا بصراحة، راهو كل واحد نعطيه حقه. طفلة ما راتش ونسيلة معاها في الكار، شنو يوريو منين تقضي؟ اجا يا مدام تحب تشري الجهاز اجا من هوني، اجا يا مدام تحب تشري كوفرتات اجا من علمة، اجا هكا هو. ما حكينا فيه الموضوع وقلت لكم راهو التوانسة ما يعرفوش الجزائر. وسامي منصور كي مشي للجزائر حب يوري كل شيء يعني نوري، يعني ديما السياحة عندي يعني كل شيء.
والشوبينج داخل في الشوبينج داخل في السياحة كما تركيا اعتمدت على السياحة. تركيا باش نجحت كيفاش عرفوها التوانسة والجزيرية والمغاربة والعرب؟ ما هو بالمسلسلات متاعها بأفلامها. المسلسلات التركية تدخل الطبيعة قنطرة متاع اسطنبول في كل مسلسل تحطها 100,000 مرة. الواه باش تجبد بك القنطرة اللي هي عادية جدا، قنطرة الفاتح شوية ضوء وكليراج عادي باهي. كي نمشيو نشوفوا قناطر الجسور المعلقة في قسنطينة، عندها جسر قسنطينة 10 جسور، كان نحطوا لها ضوء في قسنطينة ونعملوا مسلسل غادي ونحطوه. تو العرب الدوخ العرب بالدوخ، يعني قسنطينة وحدها. نحكي بصراحة كان راني غلط تكتبوا لي، راني من نوع راني عادي جدا، راني ديما راني تحليلي منطقي ما نحللش، ما عنديش ميل. الجزائريين اخواتنا واحنا التوانسة والمغاربة والجزيرية والعرب والليبية والمصارى الكل عندي كيف راني راهم. قسنطينة جسور 10 جسور عندها بربي. تركيا مسلسلاتها منين نعرفوها احنا؟ تركيا التوانسة الجينيراسيون هذوما منين يعرفوها؟ مو بالمسلسل. منين نعرفوا تركيا؟ باك الطبيعة وباك الدار معلقة وهو اسمه وفلان او درا شنو او درا ذئاب او الجسر. اخي كان تشوفوا الجزائر الطبيعة اللي عندها والطبيعة والجبولة وال احنا نقولوا يسموهم هكوما تاع دولة كراه تحت الجبولة، الأنفاق اللي عندها، الأنفاق والطبيعة والشلالات والبيزاج اللي عندها الجزائر. كان جات عندها مسلسلات الجزائر كما عملت تركيا تطيح الكل. نحكيو واقع راهو، ديما نحكي واقع راهو. دونك تركيا باش نجحت هي مع العرب، احنا مع العرب بالمسلسلات التركية الا تعمل اشهار على بلادهم. احنا في تونس نعملوا مسلسل في عند دراهم وما نعملوش اشهار على عند دراهم. بالعكس كي تعمل مسلسل سمي قول عند دراهم، احكيوا على عند دراهم، وريوا الطبيعة متاع عند دراهم ولا فرنانة ولا تبرقة. احكي حتى التونسي كي يتفرج على المسلسل عصفورين بحجرة، سياحة ومسلسل. هي باش نجحت تركيا هي. تو انتوما كان تمشيو لقسنطينة ونركزوا على قسنطينة وهاتوا نزينوها، هاني نزينهم الجسور متاع قسنطينة بالضوء في الليل كيما عملت تركيا بالليل باللازير في الليل. هات نعملوها تو ندوخكم الناس كلها. تو تقولوا قسنطينة هذه بلد عربية. دونك الجزائر ناقصة الإشهار الصورة والفيديوهات والإشهار. كشعب ما تلقاو الشعب كيف ككرم. ما نحبش نحكي يعني توانسة يعرفوا، نحبش يعني يقولوا سامي يشكر في الجزائريين او كالتوانسة يعرفوا الجزائريين شنو مشهورين في العالم. كطبيعة، طبيعة الجزائر، كتاريخ استوار تاريخ. يعني قسنطينة أكثر من أقدم المدن في العالم، من أقدم يعني مانيش أني قلت ما تاريخ. شوفوا قسنطينة الطبيعة متاعها كيفاش مقسومة البلاد في الوسط بوادي الرمال، وشوف الطبيعة اللي عندها عالم آخر. باش تقول لي يعني قسنطينة بركة كان ركز عليه اعطوني رخصة متاع درون ندوخكم ماني غادي. أو قسنطينة كان نعطيكم عند راهم ولاية جندوبة ولاية باجة ندوخكم ماني هاو نعطيكم زادة ولاية جندوبة ولاية باجة، وعطينا عنابة وشوية سكيكدة وبجاية وما زلنا مشيناش للجزائر ووهران وتزوز وبركة عالم. دونك التوانسة ما نجموش نحكموا على فيديو راهو طفلة هي جاوبت راهي ما تعرفش راهو بعد ساعات احنا راهو ماهيش بونتو هي راهو ما تعرفش، قالت ما ريتش ما شفتش مطعم ما تعرفش. عندها حق مش كان هي راهو توانسة ما يعرفوش. نواني برشا توانسة صحابي ما يعرفوش المطعم. يقول لك انت سامي المطعم منين جبتهم المطاعم تاعك؟ كان مطاعم مليانة، عندها برشا مطاعم وعندها قاعدة تقدم الجزائر. السياحة ديما نقولوا ناقصة في السياحة، ناقصة استغلال المناظر الطبيعية، ناقصة إكليراج كما الجسور المعلقة في قسنطينة، ناقصة الإكليراج. راهو الإكليراج فن راهو متاع واحد يعمل ضوء بالليل. تركيا فايتتنا العرب احنا تركيا عندها إكليراج في الليل دوخك هي راهو إكليراج في القنطرة. شنو القنطرة يا أخي؟ ما عادي جدا قنطرة الفاتح. لكن هما عملوا منها مسلسلات وحطوها في كل المسلسل 100 مرة في كل حلقة،
ودخلت الطبيعة به، الطبيعة متاع النابة ولا سكيكدا ولا سرايدي ولا عند راهم ولا فرنانة ولا نفزة. يا أخي تركيا أحسن منا تخايبوها أنتوما. تركيا هي تعرف كيفاش تسوق، تسويق السياحي، تسوق عندها تسويق. تركيا عندها ماكلة ما يعجبناش احنا العرب، ماكل تركي احنا توانسة والجزيرية والليبية، ماكلة التركية ما تعجبناش. العرب كان الماكلة السورية في تركيا، السوريين هم نجحوا. دونك التوانسة ناقصة الإشهار، الجزائر ناقصة إشهار، هذه معناتها. دونك احنا التوانسة كي تقرا ريبورتاج عادي 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 ما يعرفوش، عادي راهو الجزائريين انتم ما تعرفوا الجزائر، ومنكم جزائريين وما تعرفوش برشا الجزائر، لأن الجزائر كبيرة برشا. قد ما تعرف الجزائر ديما نقولوا ما نعرفوش. أنا مشينا مرتين هكاو، مشيت مرتين، وريتكم مرتين، ماهيش رحلة طويلة. وريتكم الجزائر لوكا آخر ما نعرفهاش، أنا بيدي ما نعرفش. دونك ما نجموش معناتها الناس كل نعموهم. أنا نقول لكم 90% من التوانسة يمشيو الجزائر ما يعرفوش الجزائر، ولا أكثر من 90% ما يعرفوش. وين نكذبوا احنا في تونس، توانسة ما يعرفوش تونس، توانسة ما يعرفوش فرنانة، ما يعرفوش نبزة، وما يعرفوش باجة. أجمل بلد سياحي هو تركيا يا رفيق. باش بلد سياحي أجمل؟ باش قل لي أنت باش؟ مسلسلاتهم، إشهارهم، الماركتينج، الكلام، يبيعوا الكلام، الشوبينج عندهم، التسويق، طريقة التسويق التركية، اللومبالاج، السياحة، التصاور، ليماج، قوة متاع وزارة السياحة. أكبر شركة طيران في العالم، من أكبر الشركات في العالم هي تركيا، تركيش ايرلاين، أكبر مطار في العالم. دونك هذوما ينجحوك أنت في السياحة. تجي تونس تلقى مطار برقة مسكر، مطار صفاقس ما يخدم طيارة بعد قداش، مطار توزن ما فما شيء، مطار قفصة مسكر، مطار مستير 4 طيارات. سي نورمال السياحة معناتها ماهيش باش تنجح كما تصوروا انتم. لكن هي بالنسبة للجزائر أحسن سياحة. أنا قلت لكم النهار، قلت لكم الرحلات التركية حسب تحليل سامي منصور، ديما تحليلي، باش تطيح 90% وتقعد 10% سياحة لتركيا. أنا قلت لكم نوريكم الجزائر 5 مرات، 5 مرات الجزائر، نوريكم تركيا كيفاش باش تولي. السياحة في تونس والجزائر كيفاش باش تنحي السياحة متاع تركيا. اش قلت لكم أنا 1000 مرة؟ قلت لكم ولا لا؟ قلت لكم راه السياحة في تونس والجزائر، السياحة الرحلات إلى تركيا باش يطيحوا 90%. واني كي نقول كلمة راني نعطيكم تحليل حتى كان نغلط شوية وهكا. وهكا برا قراو الصفحات الفيسبوكية وشوفوا رحلات لتركيا قداش طاحت. برا عملوا طلة، شوفوا عملوا ستاتستيك، شوفوا هذا الأسبوع تونس الجزائر قد دخلوا 1000 توانسة الجزائر سياحة. باقي نعاود سياحة وفما والجزائريين اللي جايين بحذانا سياحة. ركزوا معايا، سياحة من الجزائر جايو، واحنا مشينا برشا توانسة، ما كانوش التوانسة يمشيو سياحة للجزائر، حاجة جديدة قاعدين يكتشفوا في الجزائر اللي هي بحذانا ما نعرفوهاش. واني منهم راهو، ديما اني منهم، أني مانيش معناتها غريبة عليهم. وعليكم السلام. خلي دونك الجزائر قاعدين نكتشفوا، واحنا التوانسة قاعدين نكتشفوا، وعندنا رجال وعائلات وصغار مشاو أول الصلعة من أول أسبوع. التوانسة برشا مشاو الجزائر قاعدين يكتشفوا في الجزائر. الجزائر عالم آخر، قاعدة تتقدم في الماكلة، في المطاعم باهين، الوتلة تحسنت، قاعدة تتحسن وتتحسن بشوية. راهو ظروف برشا ناس بربي، برشا ظروف ما تعرفوهاش التوانسة. راهي السياحة كانت تتحرك في الجزائر ويعملوا 10% متاع تركيا، تو تركيا ما يمشي لها حد. كان نحكيو ندخلوا في السياحة في الجزائر. دونك الجزائر عالم آخر نكتشفوه، وعندهم ناسهم
عندهم شعبهم. ما تنجمش تقارن الشعب التركي بالشعب الجزائري. الشعب الجزائري حاجة أخرى، قام أخرى. يعني الشعب الجزائري كرماء أكثر ما تصوروا في مخكم. دونك الشعب الجزائري عائليا، حتى العائلة كي تمشي تهز عائلتك تحس روحك بالأمان. عائليا يحترموا برشا العائلات، يقدروا برشا. دونك تمشي لتركيا ولا صاحبي لا يغزر لك حد، ولا يضحك لك حد، ولا يبتسم لك حد، ولا يجاوبك حد. فلوس قضايا هذيا 500 دينار هكاو يحكي معك فلوس، هذيا مليون يحكي معك هكاو، ما يحكيش معك. راهو مش يحكي معك في موضوع ولا يجبدك ولا تحكي له على الاسلام يجاوبك وياخذ معك، لا شيء. في الجزائر تفضل خويا يوصلك بالكهرباء 200 كيلومتر وانت وراه عادي جدا، عادي جدا. يقول لك تبعني وانت ورايا عادي، راهو يمشي معك 200 كيلومتر ورجع 200 يمشي وريك، راهو عادي في الجزائر، راهو عادي جدا. ولا تطيح هومبان عادي يهزك انت وكرهبتك وصلح حالك وتفضل يوصلك حتى الحدود. دونك لا مقارنه بالشعب الجزائري، لكن هذوما الكل عن تجارب. وقتاش نعرفوا احنا الجزائريين؟ ما بالتجارب نجربوا ونعاشروا ونشوفوا. واني ديما قلت لكم هاك النهار، لو الجزائر تشد ثنية السياحة لا ناكلوا لا احنا لا المغرب مع الجزائر بكل صراحة. يهربوا بينا أشواط بعيدة برشا. الطبيعة منين تحب تدورهم البحورات، عندهم بحورات مزيانين، يعملوا شأن متاع وتلة وسكروا الدنيا كلها. دونك وفلوس أرخص منا في كل شيء، في المعيشة، في الماكلة، في المطاعم، في كل شيء أرخص منا احنا. الليسانس أرخص ب 400 مليم، كل شيء رخيص. دونك منجموش نقارنوا السياحة معناتها من ناقصين حاجات، ما كشعب ما تلقاوش شعب. جربوا الشعب الجزائري بعد اكتبوا ولا احكيوا عادي جدا. دونك الجزائريين كي يجوا لتونس يلقاو راحتهم، لاقين راحتهم بين العائلات التونسية. وكيف دونك فيديو المرأة اللي جاوبت، باش نجاوب أصدقائي اللي بعثوا لي الفيديو. الطفلة اللي جاوبت البارح عادية جدا، عادية جدا، ماهيش معناتها قالت لك ما شافتكش عادي. كيما واحد مرأة فما نسير راهم في اسطنبول يعني يقولوا لي سامي وين تركيا؟ يقول لهم شبيك يا مدام لاباس؟ يا سامي ويني تركيا اللي يحكيوا عليها الناس؟ ويني؟ يقولوا لي هيك نسيت ما شفناهاش. يا مدام لاباس وينك الشوبينج؟ وين اللي يحكيوا نسي؟ وين؟ قول يا مدام راهو تركيا حاجة، في السياحة حاجة يضربك تحت الأذن في الأسعار، وفي البلقرو حاجة أخرى. راهو السياحة في تركيا تختلف على الكلام اللي يحكيوا فيه الناس معناتها. دونك في بعض ساعات تبش في تركيا أغلى من تونس. يقولوا لي سامي أي هيك الشارع كله غالي، هيك الشارع ما نقضيوش منه احنا، يمشي جافل ويجي الغافل. دونك ماهيش كل شيء رخيص، مش كل شيء تتصوروه في تركيا رخيص. راهو برشا ناس غالطين. كان انت ما تعرفش البلايص، تركيا أغلى من الجزائر في البش عن تجربة معناتها. دونك أصدقائنا الأعزاء، اكتشفوا الجزائر من ناحية الطبيعة والتاريخ والحوم العربي، وزوزوا ديما بربي حاولوا يشوفوا البلاد بولادها برجالها. ديما حاول واحد كي يحوس مع جزائريين، خاطر الجزائريين هما اللي يعطيوك أكثر، يوريوك أكثر، يعرفوك على بلادهم. تمشيش الجزائر وحدك ولا مع تونسية، مرأة تونسية شنو باش توريك؟ باش توريك المطعم هذا اللي ياكلوا فيه كالعادة، وباش توريك الميريتاج مول والمول هذا وعلمة والحانوت هذا والشيري عند هذا والزربية عند هذا وهذا الجازة والحليب عند هذا والزيت عند هذا وكالروايق. الحكايات الفارغة اللي قاعدين يتبعوا فيها الناس. قال شنو ماشيين للجزائر باش نشيلوا قش، تتعبوا فكر الدخلة متاع الديوانة والمشي والتعب وباش تشري قش. يا ولدي تعرفوا على الدولة وتعرفوا على الجزائر وتعرفوا على الشعوب الجديدة وثقافاتكم وتاريخنا هو تاريخهم هما. الحضارة الفينيقية شوفوها، الحضارة الرومانية، الحضارات الإسلامية، الحضارات كلها موجودة غادي، هي موجودة كانت في تونس نفس الخط متاعنا. واعرف بلادك واعرف الجزائر الشقيقة، وإن شاء الله ربي يحبنا على بعضنا، ولا ربي لا متى باش نقعدوا نكرهوا بعضنا في 4 جمل
وهذا بارتاجيها، وهذه قالت كلام خايب. لا يعنينا أي واحد يتكلم باسم تونس، ما يعنيناش، كل واحد يحكي باسمه. أني سامي منصور نحكي باسمي، أني نعطي رايي أني هكا. فما ناس توافقني، فما ناس ما توافقنيش. يا أخي الدنيا كي هي، تو زوز خوات يتفاهموها، كوبل يتفاهموها، كل امرأة عندها ذوق والراجل عنده ذوق، أصحاب يتفاهموا، اللي عندهم شركة يتفاهموا، الوزارة يتفاهموا. مو كل واحد عنده الوزير عنده حاجة والآخر عنده حاجة والمستشار عنده حاجة، ونختلفوا لكن ما فيها بأس. أنا ديما نقول اكتشفوا الجزائر وما تندموش. قلنا شي حاجة احنا، اكتشفوا الجزائر وليبيا وما تندموش. شوفوا بحوراتهم وشوفوا بحوراتنا. برشا ناس توانسة أكيد يسمعوا فيها، برشا ناس توانسة أكيد ما تعرفوا. شيحوا لي ريقي يا سارة. برشا ناس يسمعوا في سامي يقولوا زعما سامي. أنا نقول لكم جربوا، ديما نقول لكم جربوا. أنا إنسان كيفي كيفكم، راه أنا كيفكم انتوما مواطن. الجزائريين جربوا ومسلمين وعرب، وفما برشا ناس تشتت بين العرب في الفيسبوك، يحبونا ديما نكرهوا بعضنا، يحبونا العرب ما يمشيوش لبعضنا. ماذا بينا العرب متعاركين ما يحبوناش في بعضنا، ماذا بينا الجزائري يتعاركوا هو التونسي هو الليبي، يحبونا كيكا. يحبونا صاحب احنا والجابوني والواحد. يا خويا احنا نفس الدين ونفس اللغة يا خويا. بالنسبة لي ديما مع العرب، أنا يعرفوني الناس كل ديما مع العرب، نحب العرب مهما يقولوا على العرب، أنا مع العرب. خاطر العربي احنا عربي، باش يقول لك عربي سامي منصور ما عربي، هي حتى الآخر عربي، الكويتي عربي والمصري عربي. يعني دونك أنا عندي العروبة بتاعي ديما نجي مع العرب، وكان برانسيبنا كان ما نجيش مع العرب ما عادكمش نجي. يعني نجي مع اليهود يعني ولا مع النصارى، نجي كان مع العربي. مشاكلنا بدفواتنا بعيوبنا نجي كان مع العربي. كي هي الدنيا يا ولدي، يحمدوا ربي. يعني ديما برشا ناس ما تحمدش ربي، يعني ديما نحمد ربي على النعمة اللي عطيها لنا ربي. اغزر السماء، شوفوا السماء وكل واحد يحمد ربي، ديما يقول الحمد لله، نقولوا ديما الحمد لله. واحنا توانسة تو قاعدين نكتشفوا في السياحة الجزائرية، وما كناش نعرفوا الا الجزائر، فهمت؟ دونك ما كناش نعرفوا الجزائر فيها حاجات مزيانة، وديما نكتشفوا وديما نتعلموا. ليبيا مشيت لها قبل 7 مرات ونعرف ليبيا شنو فيها حوت، شنو فيها بحورات، وعندي فكرة على ليبيا مثلا. برشا ناس ما يعرفوش. دونك احنا التوانسة نكتشفوا المدن المجاورة، نطلعوا رابحين. التذكرة تونس اسطنبول 1,500,000 تذكرة بين تونس واسطنبول مينيموم. على تركيا اغلى. تمشي للجزائر تهز 1,000,000، الجزائر وحدك 1,000,000 تحوس وتشيخ وتاكل وتزيد تهز وتروح بكادوات. ايش تحبوا اكثر من هيك؟ ب1,000,000 اقل من تذكرة تونس اسطنبول، تروح فرحا مسرورا وتتعرفوا على الجزائريين غادي اللي هما كنوز. المعرفة بالجزائر، الجزائري كنز، هو بيدو كنز، هو الجزائري كنز، أخلاقه وتربيته كنز. أما أحسن تتعرفوا على ناس غادي وشوفوا محلاهم، شوفوا محلاهم وحدكم محلاهم، شوفوا محلاهم التربية والأخلاق والضيافة اللي عندهم وحدكم، تشوفوا حدكم تطلعوا رابحين. واني كي قلت لكم 6 شهور أخرين التذكرة إلى تركيا باش يوليو يقرقوا بيهم، بربي جاو شريوا تذاكر. مانيش نفدلك أنا راهو، أنا كي قلت لكم سامي منصور باش يوليو يقرقوا بالتذاكر باش تطيح الأسوام بين تركيا واسطنبول، مانيش نفدلك، والأيامات بيننا، وباش يقرقوا بيهم والتوانسة يقولوا لهم لا معناش جاي. احنا باش نمشيو للدول المدن الشقيقة، سواء سياحة داخلية اللي يحبها سامي منصور، ولا الجزائر بالنسبة لي داخلية. ديما الجزائر، ليبيا، تونس عندي هي سياحة داخلية
نمشيو بالسيارة دونك سياحة داخلية. الجزائر ولا تونس بالنسبة لسامي منصور وليبيا نفس البلد عندي يعني، ديما نفس البلد، ما نلقاوش كأنك في دارك. تمشي الجزائر ولا في ليبيا ولا كأنك في دارك، ما كأنك في بلادك يعني عادية. تقول في سوسة ولا في قسنطينة عادي جدا، ما انت ولا عنابة ولا مستير. والله بالنسبة لاني ما لقيناش ولا غربة، احنا نقولوا لا غربة لا شيء. كانك في بلادك عامل جو بون كيف، الناس كل يحبوك ويقدروا التوانسة يحبوهم، بالعكس يراوك متركي التونسية واقف والله يجيوك وحدهم. خويا تحب اي مساعدة، تربية واخلاق راهو، تربية واخلاق. فماشي بعد ساعات تلقى اشاعة يحكيو، والله اشاعات لا فما حتى طرف حاجة. وريتوني في المدن العتيقة متاعهم هما نحوس براحة وعادي جدا، عادي جدا جدا بالعكس. دونك كان الناس كل نقول لكم الجزائر هي معناتها قارة وحدة، دونك تكتشفوها. حتى جماعة اللي يحبوا الكامبينج، ستيل كامبينج، ستيل روندوني، ننصحكم اصحاب في بعضكم تمشيوا الجزائر، ما تندموش. عندهم جيجل، عندهم بجاية، عندهم سكيك، عندهم الكوت الكل، يبدا طالعين من غادي. والله ما تروحوا لتونس مندهشين، بالحق راهو نحكي بالحق. ناقصة فيديوهات الجزائر، ناقصة ترويج، نمشي معاكم ناقصة برشا حاجات. ما وليبيا كيف عندها زاد، ليبيا عندها بيزاج، عندها عالمية ليبيا راهو، لكن لا غالب ليماج والصور في تونس ما توصلناش. يعني ديما نقول لكم تركيا نجحت بالفيديوهات نتاعها وبمسلسلاتها يشهروا فيها، عكس تونس. فهذاك يعملوا مسلسل يشهروا مدينة كيما عندراهم ولا بني متير ولا أي وحدة، لا يعدي لك مسلسل في عندراهم وما يقولكش في عندراهم، يحكي عندراهم وقول جندوبة وقول احكي. احنا نتبعوكم بعد المسلسل نمشيو نكتشفوا، بالعكس نفرحوا احنا كي راهو بيزاج في مسلسل نمشيو له. ولا الجزائر كيف الشقيقة، ولا يعمل واحد كليب تونسي يمشي يعملوا في الجزائر، بوركوا با، علاش لا؟ الصحراء التونسية والصحراء الجزائرية، الصحراء الليبية والجزائرية فيها عالم. وان شاء الله ربي يحننا على بعضنا، ان شاء الله تتنحى الفتنة هذيا من الفيسبوك، خاطر الفيسبوك بعد ساعات يقرب وبعد ساعات يبعد. دونك احنا ماذا بينا الناس كل مع بعضنا، العرب مع بعضنا. راهو العالم يحبنا نبعدوا، يحبش راهو العرب بيسمع بينا اصحابي يتنرفزوا، يساعدهمش. اقتصادية كل شيء، في الاقتصاد، في الثقافة، في الكورة، في كل شيء. ماذا بينا احنا نكروا بعضنا، ماذا بينا يحبوا العرب متعاركين، يشيخوا علينا العرب متعاركين ولا بون بلون، يفرحوا يحبوا ديما اوروبا الفوق، والعرب لا، يكره هذا يكره هيك، وهيك يكره اماراتي وكويتي وخليجي وقطر وقت اللي احنا يلزمنا احنا. بالعكس العرب نلقاو رواحنا. شكون وقت الشده شكون باش يوقف معنا؟ شكون توقف معنا؟ اوروبا. كيف باش يوقفوا معنا العرب وقت اللي ندوخوا واحنا في ازمه ماليه؟ العرب باش يجيو بعضنا وتبادل مع بعضنا، خدم هذا يخدم غادي وهيك غادي، وتبادل مصالح اقتصاديه وفلاحيه وثقافيه وبرشا حاجات مع بعضها. خاطر السياحه ما هي السياحه راهو شوبينج هكا، فما سياحه ثقافيه رياضيه. ديما نقول سامي منصور زاد المنتوج الغذائي، الماكله هامه برشا. منصور يعرف بالماكله، وديما سامي منصور ما عنده حتى شيء حاجه مقيده كيما اخر رحله بني متير ولا ولايه جندوبه وباجه سبونتاني. كل اللي ريتو نتوما سبونتاني. الجزائر كيف رحلاتي زوز، ما عنديش برنامج، ما عندي كيما ريتو كل شيء على المباشر. عندكم انتوما ريتوها على المباشر. دونك وان شاء الله ربي يحنن العرب مع بعضنا. وموضوعنا اليوم ينتهي ونقول لكم سامي منصور ديما خليكم
بوزيتيف، خليكم ايجابيين مع بعضنا، نحيوا الكره الفيسبوكي هذا بي وهذا عليه. جزائري تونسي نقعدوا مع بعضنا في الطاوله وطلع شكون الجزائري والتونسي، ما طلع حد، وليبي معايا وجزائري وتونسي، وما طلع شكون ليبي وشكون الجزائري وشكون التونسي، كيف كنا نشبهوا لبعضنا، تحطنا نفس الطاوله ما تعرفوش موت زيري، والله ما طلع واحد، ونقول لكم موت زيري وموت تونسي، ما غير نتكلموا لو ما طلعنا حد. دونك يوميا احنا نقابلوا جزائريين في مستير وسوسه وين نمشي، ليبيين يوميا نقابلهم، ما عندنا حتى واحد، بالعكس والله وخيال، الناس كله خيال، ما عندنا حتى، ما عندناش كده ستيل انت تونسي وانت جزيري لا وانت لا، والله عندنا ناس كله خيال، ما عندنا نحبش هناك، نقول لي انت مستيري وما تحب الجندوبه، كيما اخر مره واحد كتب لي مساج جندوبه، قال لي جندوبه اخي، جندوبه واحد عبد، هو جندوبه عالم، جندوبه وحدها عالم، هي عالم، تاريخ، استوار، طبيعه، شعب الجندوبي ساكنينه. دونك يطلع لي واحد يقول لي انت سامي ما تحب الجندوبه، شكون قال ما نحب الجندوبه؟ انت يا ريتني دخلت فيها نشوفني ما نحب الجندوبه. دونك الجندوبه ما عندناش حدود احنا، راه بعد ساعات واحد يكتب لي انت ما تحبش، عندنا حدود احنا، عندي حدود بلاقي جندوبه نو جندوبه لا، لواه كيفاش اخي، فما حدود عندكم العباد، انا ما عنديش حدود، انا كي ليبيا كي الجزائر كي المغرب كي تونس كي مصر، الكل عندي، يعني الكل نفس المدينه. شوفوا حربايه راه فيه واحد معلقهم تو، دونك احنا الناس كله خيال، راه ساعات جندوبه ولا الكيف والله كله خيال، ما عندناش مشكله، ولا القصرين ولا قبص، الناس كله خيال، راه ما عندناش يوميه يا اخي، تقول له هات بطاقه تعريف، تقام الكيف تقول له لا خويا ما نكلمكش، يا انت مخك ما يقبلهاش، ما عادش نحيوها بربي هيك الفكره اللي تقولوا لي جهويه وكل، نحيوها تو لا دخلت المخ، تو الدقيقه هذه ما عادش تدخل مخي، جهويه شنو معناتها؟ جهويه؟ انت من الكيف ما نحكيش معاك يا ولدي، ما فماش هذه من الكيف، الناس كل كي بعضنا، اخلاق، يعني نعرف اخلاقك باهيه خويا صاحبي، يعني بالاخلاق نجم يكون اخلاقه خايبه من مستير، هاني من مستير اخلاقه خايبه نقول باهيه، نقول لا خايب مثلا اخلاقه ماشي. دونك التربيه والاخلاق هي ما عنديش مشكله، ولا من قسنطينه ولا من عنابه ولا شنو الفرق، كل كي بعضنا، الناس كل كي بعضنا، ما عندنا شيء صاحبي، الناس كل سواسي، يعني نعرف كان بالاخلاق، الاخلاق نتاعك متربي، قدرني نقدرك، احترمني نحترمك، هكا الاحترام المتبادل، وانتقى منا كان كلمه مزيانه، وان شاء الله ربي الناس كل يحننها على بعضها، والناس كلها خيانه. كما تشاهدون الاوتوروت نتاعنا وكتشوفوا محفور، اطلع اهبط، هضاب جبال، بالفلوس، هذا بالفلوس، في الجزائر بلاش الاوتوروت، الجزائر ما غير فلوس، احنا بالفلوس اغزروا مع بعضنا، مرقع الاوتوروت، كياس النص، اني نحشم باش نقول عنها اوتوروت، اني نحشم اوتوروت بالفلوس، هذا اغزروا لي بربي، اغزروا اللوطه وحدكم، اغزروا الكهرباء بركه بامبي، يعني مبامبي معناتها درجاحه، شوف بربي يغزر، شوفوا حفره سبته متعديه، شوفوا دودانه، معناتها كل شيء فيه، معناتها شو نهرب، فماشي واحد يسوق في اوتوروت يهرب يمين يسار، اغزر حفره على اليسار، حفره على اليمين، هو احفر، صدقني احفر، نحكي راه اطلع هابط او تشوف، يعني معناتها حتى الواحد باش يقول عنه اوتوروت، الواحد يحشم على روحه مش. دونك اصدقائنا الى اللقاء، باي باي، يعطيكم الصحة على حسن المتابعة، وسامي منصور يقول لكم ما عندناش فرق مع بعضنا، الجزائرية والتوانسة والليبيين والعرب كله خيال، واي ريبورتاج صراو فيه مس عادي جدا، الناس ما تفهمش والناس ما تعرفش. الى اللقاء.